المصورين، بضعة كيلومترات فقط بينهما. خالد بن يحيى هو الوافد الجديد على بطولتنا. سعيد راموفيتش من منهما سيحمل لقبا في باكورة إشرافه على أحد الفريقين، خالد بن يحيى أم سعيد راموفيتش؟ سعيد راموفيتش لرد الساعة للمولودية التي أقصت فريقه يونغ أفريكانز التنزاني من دور الأبطال، وخالد بن يحيى لبداية تجربته الثانية مع المولودية بأفضل طريقة ممكنة. من في تنفيذ الركلة الأولى من جانب شباب بلوزداد؟ هنا مزيان امام عبد اللطيف رمضان، مزيان يسجل، مزيان لمصلحه الشباب يسجل الهدف الاول وينجح في تنفيذ الركله الاولى. مزيان اذن يتفوق على عبد اللطيف رمضان ويفتح شهيه زملائه. هنا مصطفى زغبه، هنا الحارس الدولي السابق، هنا الحارس الذي صال وجال وصنع افراح كثير من الانديه، من الحراش الى الوفاق الصيفي الى نادي ضمك. هنا العائد الى البطوله من بوابه شباب بلوزداد. مزيان اذن تفوق في الاولى، وعبد اللاوي امام زغبه، من منهما سيتفوق على الاخر؟ يلا ننتظر عبد اللاوي في التنفيذ. عبد اللاوي سجل، يعادل النتيجه عبد اللاوي، وزغبه كاد ان يخرج الكره، كاد ان يبعدها. 1-1. عبد اللاوي يرد على مزيان، عبد اللاوي ايوب يرد عبد الرحمن مزيان. 1-1. ننتظر ركلات الحظ، ركلات الترجيح، سميها ما شئت، ركلات التتويج. مايو كانيسا في تنفيذ الركله الثانيه اللي من جانب شباب بلوزداد. مايو كانيسا في تنفيذ الركله الثانيه لشباب بلوزداد. كيف ستسير؟ كيف ستؤول؟ إلى ما ستؤول هذه الركلة؟ مايو باليسرى يترقب مايو في الزاوية المستحيلة، في الزاوية المستحيلة على حراس المرمى، يعني في وسط المرمى، في قريبا من العارضة الأفقية. هي الزاوية تقريبا المستحيلة على حراس المرمى. 2-1 جاءت نوعا ما في الجانب الأيسر، ولكن في الزاوية الصعبة، في الزاوية الصعبة على الحراس. 2-1 من جانب المولودية. من سينفذ الركلة الثانية؟ الإثارة تتواصل، الندية حتى في ركلة الترجيح. حليمية محمد رضا في تنفيذ الكرة الثانية من جانب مولودية الجزائر. هل سيفلح محمد رضا حليمية أمام مصطفى زغبة؟ ننتظر. محمد رضا حليمية في تنفيذ الركلة الثانية، يتقدم رضا حليمية. يو 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 يو. زغبة يتفوق، زغبة يقول كلمته، يخرج كامل إبداعه، عصارة تجربته، السنين الطويلة التي قضاها في حراسة عارين مختلف الأندية. يوقف ركلة حليمية محمد رضا ويمنح الأفضلية لشباب بلوزداد. لكن الأمور ما تزال، الأمور ما تزال يا زغبة يا مصطفى ويا رضا يا حليمية. ننتظر من المنفذ التالي. حسين بن عيادة، أصحاب الخبرة، أصحاب الخبرة والتجربة. حسين بن عيادة في تنفيذ الكرة الثالثة من جانب شباب بلوزداد. عبد اللطيف رمضان يريد أن يرد على زغبة. هل سيرد على زغبة أم أن حسين بن عيادة لن يفلت ولن يخفق هذه المرة في تسجيل هدف التقدم البلوزدادي؟ بالوزدادية حسين بن عيادة بسهولة، بسهولة، السهل الممتنع. هذا هو السهل الممتنع، هذا هو السهل الممتنع. حسين بن عيادة اختار بكل أريحية، وضع الكرة بكل سلاسة وبكل أريحية في شباك عبد اللطيف رمضان. ويحيي مصطفى زغبة، يقول له واصل وأكمل، ويعني خلصنا في الركلة الثالثة. من جانب المولودية المنفذ الثالث هو طبعا المدافع الآخر محور الدفاع غزالة أيوب. غزالة أمام زغبة، غزالة أمام زغبة، أيوب ثم أيوب. نجح أيوب، غزالة يتريث، غزالة يتقدم هنا يو 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 في الزاوية 90، في الزاوية 90 بكل براعة وبكل أريحية. أيوب غزالة في الزاوية 90، وهي الزاوية
المستحيلة كذلك على حراس المرمى. بكل دقة، بكل براعة، بكل رزانة عاد المولودية في سلسلة الركلات في انتظار أن يبصم عبد اللطيف رمضان على حضوره أمام نوفل خاسف. خاسف الآن في الكرة الرابعة، من منهما سيتفوق وسيغير مجريات السلسلة الترجيحية؟ محمد نوفل خاسف الذي صال وجال وتنرفز وفرح في النهاية، هل سيفرح أخيرا؟ نوفل خاسف أمام عبد اللطيف رمضان. أوي أوي أوي. نوفل خاسف يخفق أمام عبد اللطيف رمضان. عبد اللطيف رمضان يرد على زغبة ويعيد الأمور إلى نصابها. هكذا إذن نوفل خاسف يخفق في تنفيذ الركلة، وشباب بلوزداد بعدما اقترب يعود ويتكافأ في الفرص مع مولودية الجزائر بكل براعة. عبد اللطيف رمضان، ولو أن نوفل خاسف يعني رماها في زاوية سهلة، في حراس المرمى طبعا يختارون الزاوية، يرتمي في تلك الزاوية ويتفاعل برجله وبيده وبجسمه مع الكرة في تلك الزاوية، بينما في الجهة المقابلة لا خيار لديه، ولكن اللاعب عليه أن يضع الكرة في الزاوية البعيدة، الزاوية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتفاعل معها ويتعامل معها حراس المرمى. مصطفى زغبة وأكرم بوراس. مصطفى زغبة وأكرم بوراس اللاعب السابق لشباب بلوزداد أمام فريقه السابق. أكرم بوراس، يستعد بوراس، يتقدم بوراس، ينفذ بوراس ويسجل. هذا هو التنفيذ المثالي في ركلات الجزاء. هذا هو التنفيذ المثالي في ركلات الجزاء. هذا هو التنفيذ المثالي في ركلات الجزاء، في الزاوية البعيدة أو على مقربة من العارضة الأفقية، حيث يستحيل على الحارس أن يتفاعل مع طول وعرض المرمى. أيمن محيوس يعود. محيوس يعود ليبصم من جديد. محيوس في وضع شديد وضغط كبير لا يحتمل. محيوس كل الامال تعلق عليه، اذا سجل وتالق زغبه او العكس بالعكس صحيح. عبد اللطيف رمضان، محيوس رمضان من جديد. عبد اللطيف رمضان من المرة الثانية في الزاوية المقابلة تمكن من إبعاد الكرة، تمكن من إخراج الكرة، تمكن من إيقاف كرة أيمن محيوس الذي سجل ووقع هدفين في المباراة. هكذا إذن هي المباراة، هكذا هي إذن إثارة ركلات الحظ، إثارة ركلات الترجيح، حماس النهائيات، حماس الديربي. كل هذه التوابل وهذه العوامل مجتمعة قدمت لنا هذه المباراة وهذه اللحظات. عبد اللطيف رمضان يتألق، يطير مع الكرة، يتعامل معها بكل احترافية وبراعة ويخرجها ويبعدها. الآن الدور على مصطفى زغبة الثابت من جانب الشباب، وعلى أمين مسوسة من جانب المولودية. أمين مسوسة الشاب المغترب القادم الواعد أمام مصطفى زغبة، من منهما سيحسم الأمور؟ هي ركلة الحسم، إن سجلها أو بالأحرى إن أبعدها زغبة. هكذا وهكذا يتقدم أمين مسوسة. نحن أمام 4-3. هل سيعادل الكفة أم أن مسوسة سيحسم الأمور؟ يتقدم مسوسة، يتقدم أمين، ختمها وبصم عليها ووقع عليها أمين مسوسة في اللحظة الأخيرة، في الركلة الأخيرة. هكذا كانت الأمور، هكذا يا وليد يا صادي تنتهي الأمور لمصلحة مولودية الجزائر بلقب رابع في تاريخه وفي خزائنه على حساب شباب بلوزداد. الحظ وقف إلى جانب المولودية، والركلات أنصفت المولودية وأدارت ظهرها لشباب بلوزداد حامل لقب النسخة الفاضلة.